اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. معاكم أم غنى من قناة يوميات أم غنى. اللي أول مرة يشوف القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. لما تفعلي زر الجرس كل ما أنزل فيديو هيوصلك إشعار بيه، ومش تنسيني بلايك حلو منك. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة هيبقى عبارة عن ايه. النهاردة يا جماعة هعمل معاكم يعني روتين بسيط كده، يعني هتشوفوا يوم النهاردة كامل ازاي بقى. طبعا عندي انا شايله السجاده بتاعت المشايه بتاعت الطرقه. المشايه بتاعت الطرقه انا شايلاها عشان تتغسل، وديتها المغسله هي والحاجات اللي كانت في الريسبشن، يعني هي والايه والسجاد اللي كان في الريسبشن. تمام. فاعمل ايه بقى؟ طبعا عايزه احط حاجه مكانها، انا عايزه احط حاجه مكان الطرقه، يعني مكان المشايه اللي انا شلتها. فمش هينفع نمشي على البلاط كده والجو لسه ساقعه، او اولادي يمشوا على البلاط والجو لسه ساقعه. فهعمل ايه بقى؟ عندي البتاعه دي من زمان، اللي هي في ناس بتقول عليها كلين. السجاده دي يا جماعه في ناس بتقول عليها كلين وفي ناس بتقول عليها زي بتاعه المشربيه كده، بتاعه المشربيه يعني. هي سجاده كده صوف، تمام، سجاده صوف تقيله كده، عامله زي البطانيه بس تقيله. المهم اللي عارفها، اللي عارف اسمها بقى يقول لي في التعليقات، عشان انا ما اعرفش اسمها قوي، يعني مش عارفه. في ناس بتقول عليها كلين، في ناس بتقول عليها آه بتاع سجاده صوف، مش عارفه. المهم هجيبها بقى كده. هي كانت سجاده، هي كانت مقطوعه من النص، يعني كان فيها قطع بسيط كده من النص. فغسلتها كويس في البانيو ونشرتها، نشرتها كده يعني انا غسلها من امبارح بالليل ونشرتها ايه يعني سبتها تتصفى. غسلتها العصر كده وسبتها تتصفى لغايه على الساعه 10 بالليل كده. ورحت ايه نشرها على نشرها على المنشر. طبعا خدت الفترة اللي هي ايه، من الساعة كده 7:30، من الساعة 8، من الساعة 8 كده الشمس بتيجي على الايه، على المنشر. الشمس بتيجي على المنشر. بتقعد بقى على المنشر من الساعة 8 للساعة ايه، للساعة 10 كده 11 الظهر. فايه فاخدت الشمس كلها، اخدت الشمس يعني هي صفت ميتها بالليل كده على الحبل. بعد ما انا صفيتها طبعا يعني، بس برضو بيبقى فيها ميه. نشرتها الساعة 10 بالليل، نشفت بقى ايه الظهر. انا كنت في الوقت ده كان الساعة 1، كانت الساعة 12 الظهر، كان لسه العصر الظهر ما أدنش، كانوا 11 ونص، 12 في الوقت ده يعني. المهم قلت لعمر تعالى يا عمر شيل معايا شيلها معايا من على الحبل. تقيلة جدا، عايزة اقول لكم تقيلة جدا، تقيلة تقيلة يعني. مشكلتها بقى هي فيها مشكلة، يعني زي ما هي شكليا حلوة، لكن هي فيها مشكلة برضه. ان ايه، اول ما انا افرشها كده، في مرة كنت ساعات بفرشها في الريسبشن بره، يعني عند الركنة كده. فلقيتها بتنزل تراب، يعني بتبقى تنزل لو قعدت يومين بس بتنزل تراب منها. فانا اصلا هحطها مؤقتا، يعني انا مش هحطها على طول، انا مش هحطها في الطرقه على طول. هي مؤقتا بس عقبال ما الايه المشايه بتاعت الطرقه تتغسل. فهمسك كده الطرقه. طبعا هي كانت هي 2 في 3 كده، بس ايه فيها قطع من النص، فيها قطع من النص. رحت انا قصها كده قطعتين، تمام، عشان تبقى خفيفه كمان معايا. لو انا غسلتها، لو انا عامة انا مش هستعملها كتير، ولو انا استعملتها مش بستعملها الا في الشتاء. لو انا ايه مثلا غسلت المشايات كده، اقوم حطها مكان المشاية او حطها مكان السجادة عقبال ما ايه، عقبال ما تتغسل، بس مش اكتر يعني. انا ما بستعملهاش على طول عشان ما بحبهاش، عشان بتنزل تراب. تمام، هي مؤقتا بس هحطها عقبال ما اغسل المشايات. انا كده لما المشايات كل لما السجاد اللي في الريسبشن كله عشان يتغسل، يعني لسه كمان ما جوش خدوه، مستنيه بس يجي حد يجي ياخده يعني عشان يتغسل. فايه هم شكلهم عاد وحش بجد يعني. انا كنت عايزه اغسلهم، انا مش عارفه يعني، ممكن كمان لو اتاخروا عليا تاني، لو اتاخروا عليا وما جوش خدوه هغسله معاكم، هغسله معاكم. ما عنديش اصلا، ما عادش قدامي الا كده. انا مش بقالي يومين بقول لهم تعالوا خدوا السجاد عشان يتغسل، تمام، للمغسله يعني. المهم هاجي بقى ايه، كنست الطرقه كده ومسحتها. دي مؤقتا يا جماعه، انا بحطها مؤقتا. وقولوا لي لو هي حلوه، قولوا لي حلوه. لو هي حلوه يعني ان انا اسيبها طول الشتاء، اصلا ما عادش على الشتاء كتير يعني. احنا والله عارفه انا بمنتج لكم الفيديو اصلا
والجو كان حر شوية. فهفرشها كده مؤقتا عقبال ما عقبال ما المشاية شوفوا عمر داخل بالجزمة. يعني انا كنست ومسحت وبفرش، لقيته هو كان رايح يجيب، نازل يعني يجيب اخواته من المدرسة. كان الوقت ده كان حوالي الساعة 12:30. لا 12:30 ايه، كان 11:30 افتكرت كده. هو المفروض العيال تطلع من المدرسة الساعة 12. هو بقى راح يجيبهم. المفروض يطلع من هنا 11:30، في الوقت ده كان 11:30 عشان يروح يجيب اخواته من المدرسة مكاني يعني. هو لما يكون عنده درس بيروح يجيبهم مثلا، يركبهم ويجيبهم يعني مكاني. وبكده يا جماعة بصوا زي ما انتوا شفتوا كده الطرقة بقت زي الفل. وقولوا لي في التعليقات هي كده حلوة ولا انا ولا شيلها ولا ايه رأيكم. المشاية اللي انا كنت حطاها في الطرقة دي اللي قبل اللي انا حطيتها، المشاية الصغيرة دي بتاعت عبير، بتاعت أوضة عبير، تمام. المشاية الصغيرة اللي انا شلتها من الطرقة وحطيت مكانها المشاية اللي انا قطعتها، قسمتها نصين دي، دي بتاعت عبير، تمام. فانا بشيلها عشان احطها في اوضه عبير، اوضه البنات يعني، عشان بس برضو مش يمشوا في على البلاط والجو ساقع. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يلا بقى نطبخ، ما احنا ست البيت يعني ايه، يعني في المطبخ، يعني على طول في المطبخ. فاحنا طبعا لازم اعمل لهم اكل في الوقت ده كده. قلت ايه، كان حوالي الساعة 2، يعني انا اخدت هدنة كده شوية. انا كنت بعمل معاكم الطرقه. كنا لسه ما فطرناش يعني، انا كنت بعمل معاكم الطرقه، كنت لسه ما فطرتش. فجهزت لهم فطار وفطروا، وابو غنى راح شغله، وعمر طبعا راح درسه وكده. وانا بقى دخلت على المطبخ حوالي الساعه 2، تمام. الساعه 2 كده الظهر، بعد الظهر يعني. قلت بقى ايه، اعمل اكل معاكم بس سريع. اعمل معاكم اكل وسريع، في نفس الوقت يعني الاكله ده هتعجبكم جدا، وما بتاخدش وقت. ما بتاخدش وقت، نص ساعه هتكون انت عاملاها. نص ساعه بالظبط هتكون انت عاملاها يعني، مش هتاخد معاكي وقت. فهي برضو من الاكلات السريعه، وفي نفس الوقت الجميله يعني، حلوه. حلوة يعني مش وحشة. المهم قطعت معاكم كده، جبت زي كيلو بطاطس كده. البطاطس دي كانت وسط، كنت شاريها وسط كده، 3 كيلو كانوا ب10. فايه انا بجيب البطاطس الكبيرة، بس دي البطاطس الصغيرة اللي هي تحت الوسط حاجة بسيطة، صغيرة يعني. فقشرتها كده، هي مش صغيرة قوي يعني. قشرتها كده وهقشر بصلاية كبيرة. اقشر بصلايه. اللي عارف بقى الطبخه دي يقول لي تحت في التعليقات الطبخه دي هعمل طبخه ايه النهارده. هي سهله، كل مكوناتها ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت صحيه. مش بتقلي ليها ولا حاجه، ما بتقليش ولا حاجه يعني، هي صحيه جدا عشان ما فيهاش تقالي ولا فيها زيت ولا حاجه، تمام. هنعمل ايه بقى، هجيب قرنين فلفل كده. انا عندي كنت هجيب فلفل رومي ما لقيتش، جبت قرنين فلفل اللي هو نص حراق ده، الفلفل اللي هو نصه حراق يعني، هو مش حراق قوي يعني، في حرارة بسيطة كده. جبت كده هو الفلفل الطويل اللي انتوا شايفينه ده، جبته كده وعملته حلقات كده، قطعته كده حلقات. وطبعا البصلة الكبيرة دي بعد ما قشرتها وغسلتها كويس، قطعتها كده جوليت، تمام. هحطهم كده على جنب، واقطع كده البطاطس حلقات. اللي عرف التعليقات، اللي عرف الطبخه دي يكتب لي في التعليقات، تمام. ما احنا كل يوم نحتار هنطبخ ايه وطبعا في الغلا اللي احنا فيه ده الناس بتحاول تلم نفسها، والزيت غالي وكل حاجه غاليه، فاحنا لازم نلم الدنيا شويه. طبعا انا عندي فراخ في الفريزر، تمام. كنت انا جايبه فراخ وحطها في الفريزر قبل ما تغلى، تمام. فانا كنت هنزل اجيب فراخ. هي نزلت على فكره، الفراخ نزلت شويه يا جماعه، نزلت شويه. انا كنت جايبه الفراخ اللي في الفريزر ده اغلى من اللي هي من دلوقتي. هي في الوقت ده نزلت شويه، تمام. هي نزلت 10 جنيه، تمام. 5 جنيه يعني 10 بالكتير، في الحدود دي يعني. نزلت 5 جنيه 10 جنيه في الحدود دي. المهم طبعا انا كنت الفراخ اللي في الفريزر ده انا كنت جايباها غالية شوية، غالية عن دلوقتي. فقلت اطلع منها وابقى انزل اجيب تاني فراخ واحطها.
عشان يعني رمضان داخل علينا وكده، كل سنة وانتوا طيبين. فلازم يكون الفريزر بتاعنا مستور يعني، عشان لو دخل ليكي لو حد دخل ليكي ضيف بتاع جوزك جاب معاه حد فجأة، يبقى عندك ايه حاجة تعملها من الفريزر، بدل ما تنزلي وانت صايمة وكده. تمام. بدل ما تنزلي مثلا لو انت في دور علوي زيي، تنزلي وتجيبي تنزلي وانت صايمة. الواحدة يا دوبك عقبال ما تقوم في رمضان بالذات، عقبال ما تقوم يكون يعني اليوم بعدي يعني بسرعة، عقبال ما تقوم من النوم يكون الظهر قد. المهم هجيب بقى طماطم كده واقطعها معاكم، وانا عملت البطاطس كده حلقات. وايه هنعمل مع بعض يا جماعة؟ صينية بطاطس بالفراخ. صينية بطاطس في الفراخ مش هتاخد معاك. اللي انا جبته ده كان كيس كان وراك متقطعة. متقطعة كان 4 وراك ومتقطعين كده ايه نص نص. يعني الوراك كانت كبيرة، فانا مقطعاها يعني نصين، الواحدة نصين نصين كده. هنمشي نفسينا، امال هنعمل ايه يعني في الغلا ده؟ المهم هقطعها كده حلقات، وهجيب الصينيه اللي انا هحط فيها وايه انا قلت اما اطلع من الفريزر وبعد كده ابقى ايه، ابقى اشتري تاني واحط في الفريزر، يعني هجيب تاني واحطه مكانه. يعني انا باخد الاول من اللي في الفريزر، وبعد كده بجيب واحط جديد، علشان علشان يعني لو حد جالك فجأة كده، يبقى الفريزر بتاعك تطلعه من الفريزر وتطبخه على طول. فانا بجيب اللي ايه اللي انا مخزناه من الاول، واجيب جديد بقى واحطه في الفريزر. طبعا فاهمين قصدي. فايه هجيب كده البصل اللي انا قطعته كده جولييت، حطيته على البطاطس، وجبت القرنين الفلفل عملتهم طرنشات كده حلقات يعني، وقمت حطاهم على الايه، على البطاطس كده كله مع بعضه. وهجيب بقى 3 فصوص توم ولا 4. أنا لقيت التوم اللي انا كنت شارياه، عايزه اقول لكم ان التوم الصيني ده مش حلو، مش حلو خالص التوم الصيني ده. فايه فكنت جايبه اللي هي البتاعه اللي انتوا شايفينها دي، الشبكه دي، كان فيها 4، كان فيها 4 كده توم، 4 روز توم يعني. فرحت ايه لقيت الاتنين بايظين، لقيت 2 بايظين الباقيين يعني. انا كنت عملت 2 وفضل 2. لقيت نص واحدة كويسة، والباقي باظ. ما بقعدش كتير يعني، ببوظ بسرعة اللي هو الصيني ده. وعايزه اقول لكم ان انا كنت مخزنه وخلص، اللي انا كنت مخزناه معاكم فاكرين؟ التوم اللي انا كنت مخزناه معاكم، اللي عايز يشوف الفيديو يرجع للفيديوهات ويشوف انا مفرزه التوم ازاي. اللي انا كنت مخزناه معاكم في الفريزر خلص. تمام. انا لسه شاريه التوم ده يعني قريب، يعني كان خلص قريب يعني، مش من زمان ولا حاجه. فبعد كده الواحد يبقى يكتر شويه، عشان خاطر ايه، التوم الصيني ده اصلا مش برتاح فيه، ولا ليه طعم ولا ريحه. المهم جبت بقى 3 فصوص توم كده وعملتهم كده، هرستهم كده على البطاطس بالهرسة بتاعة التوم. هجيب بقى ايه، فلفل اسود، كمون. لا انا اللي انا حطيته الاول دي ال7 بهارات، بعد كده كمون، بعد كده فلفل اسود وايه، وهحط الفلفل الاسود ده على جنب عشان هعوزه. وهحط بقى ايه آه عايزه اقول لكم صينيه البطاطس دي اللهم صل على النبي، بالزعتر حاجه تانية، حاجه تانية. كان ريحتها في الفرن جايبه اخر الشارع والله العظيم. عايزه اقول لكم ابني كان جاي من الدرس وشم الريحه، قال يا ماما ايه ده، انت طبخ لنا حاجه حلوه اكيد. من الريحه كانت قلبه الشقه. بقول انا شامم الريحه من اول السلم. قلت له والنبي، قال والله شامم الريحه من اول السلم. عمر ابني كان بصوا، كان طعمها تحفة تحفة تحفة، ريحتها كانت تحفة طبعا. الوراك كده كنت انا غسلها طبعا، منضفاها كويس اوي، كنت حطاها في الفريزر متنضفة. كنت حاطه الوراك والفراخ انا كنت حطاها في الفريزر متنضفة كويس قوي. بطلعها ان انا اطبخ على طول، يعني بطلعها جاهزة ان انا اطبخها على طول. فكنت نقعها في مية بس تفك. تمام. يعني انا غسلها طبعا بخل وليمون وطماطم وملح، حطها في الفريزر نظيفة. ما بحطش حاجة في الفريزر مش نظيفة. تمام. طلعتها من الفريزر وكنت سايباها تفك يعني. طبعا بعد ما انا فرمت كده الطماطم دي انا فرماها، حاطه معاها قرن فلفل كده وهي بتتفرم. آه ف... وانا بفرمها يعني في الخلاط. فاحط كده بعد ما انا رصيت كده الفراخ، هقوم حاطه ايه
هحط عليها كده شويه ميه بس. انا هي كده كده البطاطس لما تكون ناشفه في الفرن بتبقى احلى، بس انا هحط عليها شويه ميه عشان اولادي بيبقوا يصيدوا كده الميه، يعني يصطادوا كده الميه من البطاطس، بيحبوا الميه بتاعه البطاطس يعني اكتر من البطاطس نفسها. تمام. فبزودها كده ميه شويه بس عشان العيال بيحبوها كده. فهحط بعد ما انا حطيت البهارات السبع بهارات، معلقه زعتر، فلفل اسود، كمون، تمام، حبه شطه صغيرين خالص. هقوم بعد ما انا احط الفراخ كده هحط عليها من فوق ملح. طبعا حطيت ملح في البطاطس وحطيت حبه ملح بقى من على الفراخ من فوق. بعد ما انا رصيتها وحطيت الطماطم حطيت معلقه ملح رشيتها كده مع فلفل اسود على الفراخ كده عشان لما نيجي ناكلها تبقى طعمها حلو الحدق بتاعها حلو يعني. عايزه اقول لكم بقى طلعت من الفرن بصوا، ما خدتش وقت. وفي الوقت ده كنت طبخت رز ابيض، كنت عملت معاها رز ابيض. تمام. يعني انا كنت طبخه الرز فوق على البوتاجاز ودخلتها الفرن، اديتها بس غلوه على البوتاجاز من فوق وبعد كده دخلتها الفرن على على الصاج. تمام. هي اتحمرت لوحدها من فوق ومن تحت، هي اتحمرت اصلا الفراخ لوحديها من غير ما انا اولع الشوايه. تمام. وعايزه اقول لكم بصوا مهريه مهريه يعني مستويه كويس قوي، احنا بنحب الحاجه تكون مستويه كويس، مستويه كويس قوي. رحت انا قطعت لكم ورك اهو، قطعت لكم ورك عشان تشوفوا. بصوا الجمال. والبطاطس بصوا مستويه وزي الفل، حاجه كده خرافه، ولا طعمها ولا ريحتها. جربوها بس بالطريقه دي هتدعوا والله، جميله جدا وما بتاخدش وقت، نص ساعه بتكون انت عاملاها وهتطلعي من الفريزر وتعملي لما تكون انت مخزنه يعني. يلا بقى بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، دي كان اكل النهارده، وانا عملت رز جنبه رز ابيض، كنت مهديه على النار على الرز دلوقتي. وبالهنا والشفا للي يجربها ويدوقها. وده كان فيديو النهارده يا جماعه، وده كان اكلتنا النهارده. ومش تنسوني بلايك حلو منكم، حطي لي لايك حلو زي كده، وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. ويلا يا حبايبي اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، وانا اسفه ان انا اتاخرت عليكم. يلا باي.